مش قادرين يحددوا بالظبط إيه هي الكارثة اللي أدت لاختفائهم. هل زلزال؟ هل فيضان؟ هل قوى أخرى؟ محدش عارف ولا حد قادر يؤكد الموضوع ده. الآثار الغارقة من المواضيع اللي قليل ما بنلاقي عنها فيديوهات أو حتى بوستس على السوشيال ميديا، لدرجة إن في كتير جدا مقتنع إن هي قصص خيالية ولكنها حقيقة. والنهارده هنسلط الضوء على واحد من أهم المواقع اللي تحتوي على آثار غارقة، وهو خليج أبي قير. كان بيمثل قديما بمدينتي كانوبس وهيراكليون، وده طبعا قبل بناء مدينة الإسكندرية. والمدن دي كانت مزدهرة عشان استمدت ثروتها من الضرائب المفروضة على البضائع اللي كانت بتعدي من المواني دي عشان تمشي في النيل. وتشير الدلائل الأثرية على انهيارهم في القرن الرابع قبل الميلاد، وإنهم غرقوا في البحر. وطبعا ده في غموض كبير يحيط بتفاصيل سقوطهم لحد يومنا هذا. مش قادرين يحددوا بالظبط ايه هي الكارثه اللي ادت لاختفائهم. هل زلزال؟ هل فيضان؟ هل قوى اخرى؟ محدش عارف ولا حد قادر يؤكد الموضوع ده. وهنا احنا مش بنتكلم عن بيت او بيتين او حتى شارع، احنا بنتكلم تقريبا على شبه مدن كامله موجوده تحت البحر، بجانب العملات والتماثيل وبقايا التماثيل اللي تقريبا رغم مرور السنين دي كلها فضلت محتفظه بجمالها، وادتنا نموذج عن الفن المصري القديم. والآثار الغارقة موجودة في مواقع كتير بخلاف خليج أبي قير، زي موقع قلعة قايتباي والشاطبي وخليج المعمورة والبناء الشرقي ده في الإسكندرية. وبره الإسكندرية في جزيرة سعدانة ميناء وادي الجرف بالبحر الأحمر. حتى في أسوان وجدوا آثار غارقة. فلو سمحت اعتز بثقافة وحضارة وتاريخ بلدك وساهم في نشرها، وشكرا.